قالها صراحة إنه هو واقف مع الرئيس ومع النظام، واقف مع الحاكم السوري اللي أمر بقصف الغوطة بغاز الكيماوي واللي كان أغلب ضحاياه من أطفال، واقف بصف النظام اللي أمر بقصف المدن بالبراميل المتفجرة واللي هد بيوت الناس فوق راسها. هذا مجرد رأي، يعني هو عم يعبر عن رأيه إنه هو بيحب رئيسه وما بيحب حدا يجيب سيرته بالعاطل. الرئيس اللي كان عامل الأقبية تبع دمشق معتقلات وكان سامح بهي المعتقلات بالقتل والتعذيب والاغتصاب، كان ينتقد اللاجئين بالخيم ليش عم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي ويجيبوا أطفال، بالوقت اللي كان عم يدافع بشراسة عن أي حدا بينتقد رئيسه اللي هو السبب الأول بتهجير هاي الناس. الغريب بالموضوع إنه هذا الشخص ما نو جاهل، بالعكس دارس ومتعلم وإنسان متكلم، وأنا أعتقد إنه قارئ لشكسبير وبيسمع موسيقى بيتهوفن بحكم إنه هو بيحب الفن وبيحب المسرح. يعني عنده قدرة عالية على فهم الحقيقة بمجرد تحليل بسيط للأحداث. هو بيعرف إنه رئيسه مجرم وقاتل وعنده عصابة عم بتعامل الشعب السوري مثلهم مثل الحشرات، لأنه هو بالأساس كان يجسد شخصيات هدول المجرمين بأعماله. بس معرفته بهذا الشيء ما كانت كافية لحتى يوقف مع شعبه ويتخذ موقف إنساني. هالإنسان إذا صنفناه إنسان كان مستعد يضل يدافع عن رئيسه وعن النظام لو حتى مات 80% من الشعب السوري. ليش يا حزركون؟ فقط لأنه مستفيد ويعامل معاملة كضابط بالمخابرات، تسهيلات ودعم مادي ومعنوي ونفوذ ومعاملة خاصة بالمطارات وبالدوائر الحكومية وبأي مكان هو بيكون فيه. فبرأيه هو ليش لحتى يتخذ موقف إنساني ويوقف مع شعبه ويخسر كل هاي الميزات؟ لا مو بس هيك، ممكن كان ينطرد من سوريا وبطل يقدر يرجع عليها. وكله ليش؟ قال مشان يدافع عن كم مليون ماتوا واعتقلوا وتهجروا واغتصبوا وانعدموا ميدانيا. يعني بالله مستاهل يخسر شغله مشان كم مليون ماتوا وتعذبوا وانقتلوا؟ هيك هو عم يقول. اليوم ما رح نحمل الحكومة أكبر من طاقتها، لأنه الضغوطات الخارجية على حكومتنا والداخلية مكفيتها، وما رح نطلب منها حاليا محاكمة هدول المجرمين والمحرضين على الشعب السوري. نحن كشعب رح نحاسب باسم ياخور وأمثاله أخلاقيا، ونبدأ حملة مقاطعة ضده وضد كل واحد مشهور وقف ضد الشعب السوري، ونقاطع أي عمل بيشارك فيه أعداء الشعب السوري من المشاهير. من هون لحتى تصير الحكومة بوضع بيسمح لها إنها تحاكم هدول المجرمين. لك إيه نعم مجرمين، في مجرم بيعطي الأمر وفي مجرم بينفذ وفي مجرم بيدعم وبيغطي على الجريمة. قاطعوا باسم ياخور وأمثاله.